ننتقل إلى اللوحة التي تليها، وفيها تفريق بين ثلاثة أشياء هي الوقف والسكت والقطع. عندنا أيها الإخوة ثلاث مصطلحات في علم التجويد يشبه بعضها بعضا وبينها فروق. المصطلح الأول هو الوقف، المصطلح الثاني هو السكت، المصطلح الثالث هو القطع. المصطلح الأول هو الوقف. الوقف هذا شيء نضطر أن نفعله لأننا لما نقرأ القرآن وحتى لما نتكلم فإننا نتكلم بهواء الزفير، والزفير هو الهواء الخارج من الرئتين، فالرئتان خزان هوائي فيه كمية من الهواء نتكلم بها، لكن هذا الخزان محدود الحجم، فبعد قليل ينفد الهواء الذي فيه، فنضطر لأن نقف ونأخذ هواء جديدا نملأ به رئتين ثم ننطق جملة أو جملا جديدة. فالوقف شيء لا بد منه، الوقف شيء لا بد منه. لذلك درسنا الوقف وبينا بأن الوقف يجب أن يكون على ما تم معناه. قال الجزري: وهي لما تم، الوقوف الجائزة لما تم، أي لما تم معناه. وشرحت ذلك في حينها فقلت بأن جاء ركنا الجملة المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية، والفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية. فالوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة. الإنسان لما يقف لماذا؟ حتى يتنفس. قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، لكن بأي نية؟ بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة. لما يقف الإنسان معناها يقف ليملأ صدره بالهواء ثم يتابع التلاوة. إذا نعيد تعريف الوقف: قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، وبأي نية؟ بنية استئناف القراءة. السكت هو قطع الصوت، إذن كالوقف، لكن بزمن لا يتنفس فيه عادة، يعني بزمن أقل من زمن التنفس. ما معنى زمن التنفس؟ زمن يعني أخذ الهواء، زمن الشهيق، لما الواحد يعمل فيأخذ هواء يملأ رئتيه، هذا الزمن كم هو؟ زمن السكت أقل منه. إذن السكت هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن لا يتنفس فيه عادة، إذن أقصر من زمن التنفس، أقصر من زمن الشهيق. وبأي نية؟ بنية استئناف القراءة. أصحح الأول التعريف: هو قطع الصوت على حرف قرآني، لا نقول على كلمة قرآنية بل على حرف. لماذا نقول على حرف ولا نقول على كلمة؟ مراعاة لبعض القراءات التي فيها وقف في وسط الكلمة. يعني عندنا في حفص من طريق الشاطبية ما عندنا سكت في وسط الكلمة، السكت عندنا على آخر الكلمة كما سيأتي معنا: وقيل من راق، فنحن سكتنا على من وعلى كلمة من هي كلمة قرآنية. لكن بعض القراءات ومنها حفص من بعض طرق النشر، من بعض طرق طيبة النشر، قد نسكت على الساكن قبل الهمزة. مثلا: إن العهد كان مسؤولا، وقرآنا فرقناه، فهنا وقفنا على حرف ضمن الكلمة الواحدة، أو لا أقول وقفنا، سكتنا على حرف ضمن الكلمة القرآنية. لذلك في تعريف السكت نقول: هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة أو دون زمن. بعض المصنفين قالوا دون زمن التنفس، وبعضهم قال لا يتنفس فيه عادة، عبارات متكافئة بنية استئناف القراءة. إذن في الوقف وفي السكت قطع الصوت وبنية استئناف القراءة، لكن الفرق: الوقف زمن يتنفس فيه عادة، السكت لا يتنفس فيه عادة.
أما القطع أيها الإخوة، المصطلح الثالث الذي نريد أن نبينه كلمة القطع. قطع فلان قراءته. القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن التلاوة، يعني بده ينهي التلاوة. ومحله رؤوس القطع. وين محله؟ محله رؤوس الآي تامة المعنى. رؤوس الآي تامة المعنى. فلما يقطع الإنسان لا يصح أن يقطع ضمن آية. يعني ما بصير يقول مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، الله أكبر، إيش سواء؟ ما بصير تقطع الصوت خلال آية، لابد أن يكون على آخر آية، وهذه الآية يتم المعنى عندها. يعني مثلا ما بصير الواحد يقطع على فحشر فنادى، الله أكبر، مثلا إذا عم يصلي الإمام فنادى، شو قال؟ هذا فرعون، ما انتهى المعنى. إذن محل القطع رؤوس الآي، هذا أول شرط. والشرط الثاني تامة المعنى، بده يكون المعنى اكتمل حتى السامع الذي يسمع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يكون قد وصله معنى متكامل. أما أن نترك القارئ السامع معلق هكذا لا يدري ما تتمة الأمر، فهذا يعني على القارئ أن يجتنبه. نعم. ما قلته عن الفرق بين الوقف والسكت والقطع نلاحظه على اللوحة التالية. مقارنة بين الوقف والسكت والقطع. أول شيء نرى تعريف الوقف، هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بأي نية؟ بنية استئناف القراءة، وهذا كلنا يفعله أثناء التلاوة. أما السكت فهو قطع الصوت على حرف. لاحظوا لم نقل كلمة، قلنا حرف، وشرحت لكم منذ قليل لماذا قلنا على حرف. على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة. لاحظتم في الوقف يتنفس فيه عادة، لأن الوقف ما شرع إلا من أجل التنفس، بينما السكت لفصل الحروف بعضها عن بعض دون زمن التنفس، بزمن لا يتنفس فيه عادة بأي نية؟ بنية استئناف القراءة. المصطلح الثالث الذي ننبه عليه مصطلح القطع، هو قطع الصوت على كلمة، لاحظوا كلمة قرآنية بأي نية؟ بنية الإعراض عن القراءة، لأن القراءة قد انتهت سواء كانت في الصلاة أو في مجلس من المجالس، بنية الإعراض عن القراءة. ومحله رؤوس الآي تامة المعنى. رؤوس الآي تامة المعنى. هذا هو الفرق أيها الإخوة بين الوقف والسكت والقطع.